دكتور اتمنى تكون هاديه ايضا. ما عندي شيء. زين دكتور، يعني اليوم حملوا بما انك كنت في السابق مساعد سكرتير عام الاتحاد الكويتي. لا. هناك من حمل الدكتور محمد خليل المسؤوليه وطالب باستقالته. هناك من حمل لجنه المسابقات وطالب باستقالته بما انك ايضا كنت في لجنه المسابقات ومقرر لجنه المسابقات. شوف منو اللي عليه العبء الاكبر ويجب بالفعل ان يستقيل ويرحل؟ انا اقول لك شغله. شوف، اول شيء يفترض بدايه المشكله. انت التقرير وصل الى لجنه المسابقات، عشان خلينا نفسر بس الموضوع ببساطه. التقرير وصل من حكم من مراقب مباراه حق لجنه المسابقات ان اللاعب الفلاني او كذا هذا عمل مشكله بعد الطرد، رفع الى لجنه الانضباط. لجنه الانضباط يا انها تثبت العقوبه او تزيد العقوبه عليه. الجزئيه طال عمرك اللي يفترض انها تكون يا طول العمر ان العقوبه هذه تسري على جميع المسابقات ايهما اقرب. ماشي؟ اوكي. طلعت لجنه الانضباط حددت وهذا كان الخطا. بعد ذلك لما جو الاخوان في نادي الجهره، عفوا نادي السالميه ونادي العربي احتجوا، يفترض الاحتجاجات تكون في لجنه المسابقات. ما تروح ثاني مره تحتج في لجنه الانضباط على قرار اتخذوه لجنه الانضباط. من يحلك الموضوع على طول يفترض بالصح لجنه المسابقات وفق الماده 99 وفق الماده 62 كلها موجوده ومشروحه بالكامل. زين؟ الموضوع اليوم طال عمرك انا اتفق مع الاخوان ان عمليه التاخير وعمليه هذا نعم فيها علامه استفهام. زين، انت الحين سؤال بسيط، احنا بيوم من الايام نجتمع وانا ما الومهم، تدري ليش؟ لان عند وقوع اي خطا على لاعب او اداري او مدير او رئيس مجلس اداره تلقى ما يخلي واحد في اعضاء المسابقات اللي يكلمهم، وكلمونا كثير من الاخوان كلمونا، اقول ان شاء الله ابشر بالخير كذا هذا، نقعد نضع المصلحه العامه والله سبحانه اولا والمصلحه العامه وما ينص عليها اللائحه بدون مجامله لا مع فلان ولا مع فلان. اجي الموضوع الدكتور محمد خليل كل تقدير واحترام، الرجل يا طويل العمر يفترض ان اي قرار يجي من لجنه الانضباط او لجنه المسابقات موجه باسمه، ترى بس يغير موقعه من رئيس اللجنه ورئيس اللجنه يغير بس المسمى وهو يدزه حق الانديه، ما يقدر يعدل فيه لا يمين ولا يسار. وحتى العالم لازم يعرفون ان لجنه الانضباط ولجنه الاستئناف ما حيدخل شغلها. لجنه مستقله بذاتها، مجلس اداره ولا رئيس مجلس اداره ولا حد يقدر يتدخل بشغلها. هي من تحكم وهي من تاخذ القرار. بس انا قاعد اقول شغله الامانه، انت عمليه استعانه بمستشارين من برا ومكاتب محاماه وكذا هذا اكبر خطا. وصراحه انا اعتب على الاخوان في لجنه الاستئناف، انا حد يستعين في ناس من برا واقعد بمكاني قدم استقالتي ثاني يوم. الاستئناف؟ يعني نعم. مو الانضباط. لا سم؟ مو الانضباط. عفوا الانضباط. انا يستأنفون عفوا يستشيرون مكاتب برا، يعني انا يا لجنه الانضباط ما اعرف اشتغل، ما اعرف القانون. انا اقدم احتراما لتاريخي الاخ سعد وغيره وكذا، اقدم استقالتي وامشي. الدكتور سعد بغيله. نعم. الشيء الاهم انا اشكر الاخ عادل البهبهاني رئيس لجنه الاستئناف انه بسرعه اخذ القرار فعلا، لانه حوله على طول بصوره صحيحه الى لجنه المسابقات، لان هي من تختص في احتجاجات الانديه. طيب بس ترى كان ممكن يسوون هذا الشيء من غير ما يقولون حق احد. تبي تستشير يبغى استشير الدنيا كلها. بس اخوي محمد ثق بالله، اي ماده مفروض انت اليوم دزوا انه يستشيرون لجنه استئناف تفسير بعض المواد مفسره. ولنفرض دكتور زين عفوا محمد، ليش الدكتور محمد خليل حول الاحتجاج الى لجنه الضباط؟ خطا. مو هذا الناس قاعد تحمل الدكتور محمد هذه النقطه. شوف انا اقول شغله، انت الحين في كل لجنه في الصفحه الثانيه اختصاصات اللجنه. اختصاصات لجنه الانضباط بحث الشكاوي. اختصاص لجنه المسابقات بحث الاحتجاجات. العربي والسالميه احتجوا ان شركوا لاعب هذا يعتبر احتجاج وليس شكوى. فهمتوا ولا لا؟ شلون نظر فيه الدكتور سعد لما ياله الاحتجاج او لما تحول له الكتاب من الدكتور محمد؟ يفترض يرجعه حق الدكتور محمد يقول له انا ماني جهه اختصاص تروح المسابقات. الشيء الثاني اقول شغله الاهم، احنا في السابق كان يعني حتى لو مثلا صارت معضله قانونيه هناك مستشار في الاتحاد. وين دور المستشار اللي يفسر المواد؟ في محامي صالح القحطاني، مع احترامي انا ما اعرفه والله الولد، بس انا اقول شغله بيوم من الايام احنا اي معضله، احنا هم بعد ناس رياضيين. نعم. ما نفقه في المواد القانونيه ماده 6 وماده 7. منو كان مستشاركم؟ الله يذكره بالخير المستشار محمدي. موجود هو الحين ولا؟ لا مو موجود. طيب